الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإخوة في الله، الحمد لله الذي جعل الإخوة الإسلامية أقوى من إخوة العصب والدماء، ليجمع بين المؤمنين بأقوى رباط، وليوحد بين المسلمين بكاد عهد وميثاق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يهدي قلوبنا إلى الخير والبر، وأن يرشدنا إلى الصلاح والإصلاح، ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحم الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، القائل فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قدسوا إخوة الدين وقدموها على إخوة الحسب والنسب، وفضلوها على قرابة الرحم والدماء. أولئك المقربون في جنات النعيم، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما بعد، أيها المسلمون الأحباء، يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه آية صادقة من كتاب الله يخبركم الله فيما أن المؤمن أخو المؤمن، وأن بين المؤمنين قرابة أقوى من قرابة الرحم، وصلة أشد من صلة الدم، ولحمه أمتن من لحم الأحساب والأنساب. تلك هي الإخوة في الله، والرحم في الدين، وأقرب من إخوة، ورحما توثق الروابط بين المسلمين، وتقوي العلائق بينهم، وتجعلهم أمام أعدائهم
الشماء التي لا ينال منها الزمن ولا تؤثر فيها الحوادث ولا الكوارث، لأنها قائمة على أساس متين وركن ركين ودعائم ثابتة لا تؤثر فيها الزوابع والعواصف ولا النوائب ولا الأعاصير ولا الصواعق والرعود. وكذلك الإخوة في الله، إذا كانت قوية صادقة ووفية مخلصة وأكيدة متينة فإنها لا تؤثر فيها شدة ولا يضعفها عسر ولا تنقذها وشاية ولا ساعية ولا ينال منها حرج ولا ضيق، لأن الله يحميها ويرعاها، ولأنه أسسها وبناها، ولأن الدين غذاها وسقاها، ولأن الحب في ذات الله جملاها وحلاها، ولأنها بعد ذلك كله إخوة لا يصيبها حقد ولا حسد، ولا يهددها حرص ولا طمع، ولا يضعفها قسمة ولا ميراث، أخوة لا تجمعها الرتب والألقاب، ولا تعرف الحدود والقيود، ولا ترتبط بالأجناس والأوطان، ولا تؤمن بالعناصر والألوان. إخوة في الرخاء حيلة وزينة وشرف ومجد وجمال وكمال ونعمة غالية ومتاع كبير، وفي الشدة عون وغوث، وأن القيامة معرض للأعمال، وأن الجنة والنار كلتيهما من صنع الإنسان في هذه الحياة. إخوة تعلم ولا تنقد، وتنصح ولا تفضح، وتقدم الغذاء والدواء كما تقدم الطبيعة الماء والهواء. إخوة يحزنها ما يحزنك، ويسرها ما يسرك، وتقبل عليك بكل سماحة وسخاء. إخوة تقدمك على نفسها وتؤثرك على ذاتها، وتقدس حقك قبل جميع الحقوق والواجبات. إخوة إن رأتك على حق أيدتك، وإن رأتك على باطل قومتك، وإن رأتك على عوج أخذت بيدك،
وتوالي جميع من تواليه، وتجفو كل من تجفوه في الله. إخوة إن قالت صدقت، وإن عاهدت أوفت، وإذ اؤتمنت أدت، وإن أقسمت برت، وإن أحطت سترت، وإن أخذت شكرت، وإن أساءت اعتذرت، وإن أسيء إليها غفرت. وكان العفو إليها أحب من المأخوذ والانتقام. إخوة إن أعطت لا تؤمن، وإن أعطيت لا تجحد، وإن عوتب على مها العتاب. أخوة تصل العين رؤيتها، وتبحث النفس صحبتها، وتزيد في عقلك حكمتها، وتدعو لك بظاهر الغيب بالسداد والتوفيق. وهذه الإخوة هي التي أرضتها الله وأشاد بفضلها الدين، ورفع من شأنها القرآن. وقد تدهشون إذا قلت لكم إن هذه الإخوة كانت سائدة قوية، وشائعة زائعة، ومهيمنة متحكمة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة الذين أثنى الله عليهم في كتابه بكل فضيلة، ومدحهم بكل جليلة، ورفع في الأولين قدرهم، وأعلى في الآخرين كعبهم، وأقام في النفس أئمة هداه وقادة دعاء، قولهم حجة وفعلهم سنة، وسيرتهم قدوة وكل أمرهم صواب، وسيرتهم قدوة وكل أمرهم صواب، وجميعها لهم حسن محمود، لأنهم أسلموا وجوههم الله لله، واخلصوا قلوبهم لمحبته، وسخروا جوارحهم وأعدائهم لعبادته وطاعته، فكانت حياته رحمة للناس ونصر للحق، وبركة في الأرض، ونورا مشرقا للبصائر والأبصار، ودواء ناجعا للعلل والأمراض، وشفاء للقلوب والصدور من الوساوس والأوهام. فسيروا أيها المؤمنين على نهجهم، وانصجوا على مناولهم. فسيروا أيها المؤمنين على نهجهم، وانصجوا على مناولهم، وانصجوا منوالهم، فإنهم هداه مهتدون، وأئمة موفقون، وأعلام